سنوات من أجل تطوير الكرة الأفريقية، لا من خلال بنيات، لا من خلال استضافة المغرب لأكبر تظاهرات الرياضية الدولية. بالفعل اليوم أولا باسم العائلة الكروية المغربية نهنئ جلالة الملك نصر الله سيدنا اليوم هاد المنح نتاعو هاد الجائزة نتاع الاستثنائية على من طرف الكاف. أعتقد بأنه هو الاعتراف الحقيقي على المجهودات والتصور والاستراتيجية اللي وضعها سيدنا الله ينصرو منذ اعتلاء عرش أسلاف الميامين، وتصور لتطوير الشباب بصورة عامة المغربي ولكن أيضا على مستوى القارة الأفريقية، ووضع كل الظروف الملائمة لإبراز مواهب هذه الفئة التي كان دائما صاحب الجلالة ينادي بضرورة إدماجها في التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك. نعم، المغرب تألق ليس فقط من خلال البنيات لكن أيضا من خلال النتائج، وبالتالي يمكن اعتباره الآن نموذج يحتذى به ليس فقط على المستوى القاري ولكن أيضا على المستوى العالمي. وهذا الحمد لله بفضل كما قلت أولا هذا التصور والخريطة الطريق اللي وضع سيدنا الله ينصرو لتطوير الرياضة بشكل كامل وكرة القدم بشكل خاص، بفضل البنيات التحتية اللي توضعات واللي تشنها سيدنا في العديد من المناسبات وتضافر العمل. وهذا هو اللي مطلوب، أننا نكونوا في الموعد ونكونوا يعني في مستوى طموحات اللي كيطمح لها سيدنا الله ينصرو من أجل أولا باش المغرب ياخذ المكانة الحقيقية نتاعو اللي تيستحقها، وهي الريادة القارية ولما لا العالمية. والكل شاف والكل اعترف اليوم على أن المغرب كان نموذج في يعني المشاركة نتاعو نتاع كأس العالم الأخيرة. إذا الآن طموح أكبر من خلال الرسالة الملكية التي أعلنت بشكل رسمي ترشح المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. أظن أنها أكبر مفاجأة بالنسبة للجميع هذا الترشح المغربي. أعتقد بأنه كيف جاء في الرسالة سيدنا الله ينصرو، فهذا الإعلان نتاع سيدنا الله ينصرو على أن التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال جاي في نفس الخارطة الطريق لتطوير مواهب الشباب الأفريقي بشكل عام. وكيف جاء في الرسالة سيدنا الله ينصرو، فهذا التنظيم نتاع هذه التظاهرة هو اللي غادي يعطي الفضاء المتوسطي وأوروبا وأفريقيا الفرصة ل يعني وضع اللبنات الحقيقية لنمو شامل كان دائما في